وقوف الشرعية الدولية بجانب القضية الصحراوية دفع النظام المغربي إلى البحث عن مخرج آخر، فاختار الارتماء في أحضان الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية. الرهان على هذا التحالف بدا خيارا اضطراريا أكثر منه استراتيجية طويلة المدى، فالرباط كانت تبحث عن غطاء سياسي مرحلي يخفف عنها الضغط الأممي ويمنحها هامشا للمناورة. لكن التاريخ علمنا أن هذه التحالفات لا تأتي مجانا، بل تتحول مع الوقت إلى ورقة ضغط دائمة. تجربة أوكرانيا مع إدارة ترامب مثال واضح. الرئيس الأوكراني اضطر لتقديم تنازلات اقتصادية ضخمة مقابل المساعدات، ومن غير المستبعد أن يواجه المغرب سيناريو مشابه، بل ربما أكثر تعقيدا بحكم موقعه الجغرافي وحساسية ملف الصحراء. المؤشرات على هذا المسار بدأت تخرج إلى العلن. بعض اليهود عادوا للمطالبة بممتلكاتهم القديمة، فيما اندفع الإسرائيليون إلى شراء العقارات والأراضي المغربية. والمريب في الأمر أن شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية فرنسية ذات روابط يهودية بدأت تهتم بالعقارات المغربية منذ سنوات، وكأن الصهيونية العالمية أخبرتهم مسبقا أن مخطط الاستحواذ الفعلي على المغرب على وشك التنفيذ، وأن الوقت مواتي للاستثمار المسبق. قد تبدو هذه خطوات اقتصادية عابرة، لكنها تحمل في طياتها أبعادا سياسية واجتماعية عميقة. المشهد يذكر بما جرى في فلسطين قبل عقود. مشروع استيطاني بدأ بشراء الأراضي تحت غطاء القانون، وانتهى كما نعلم بنكبة وتشريد شعب بأكمله. التاريخ يعيد نفسه، لكن المعضلة أن المخزن يواصل الهروب إلى الأمام. الخطورة هنا لا تتعلق بالنظام المغربي، بل بالشعب المغربي كله. العائلة الملكية كما هو معروف تحتفظ لنفسها بخيار الرحيل والهروب متى اشتدت الأزمات، أما الشعب فهو من يبقى في مواجهة المصير، يدفع وحده ثمن المغامرات السياسية. إن استمرار الارتهان لقوى خارجية لا ترى المغرب سوى ورقة تفاوض لن يقود سوى لواقع جديد مليء بالأزمات، واقع قد يشبه ما عاشه الفلسطينيون حين تحول الدعم المؤقت إلى مشروع استيطاني طويل الأمد. اليوم المغرب لا يزال يملك فرصة لتصحيح مساره وتجنب النكبة المشابهة لنكبة 48 بفلسطين. العودة إلى الشرعية الدولية والانخراط في حوار حقيقي قد يشكلان المخرج الآمن، أما الاستمرار في المراهنة على دعم خارجي مشروط فهو طريق محفوف بالمخاطر. التاريخ يقدم دروسه بوضوح. الهروب إلى الأمام لم يكن يوما حلا، بل كان مدخلا لأزمات أعمق وانهيارات أكبر. العائلة العلوية تعلم وتعي كلما تقدم، ولكنها تتمادى في الخطأ الاستراتيجي، لأن أولويتها الراهنة هي الحفاظ على العرش مهما بلغ الثمن، ولأنها تعي أن أي حل عادل للصحراء الغربية تليه مباشرة مرحلة هدوء داخلي يشجع الشعب المغربي على مراجعة طبيعة النظام المخزني والنظر إلى حالته الاجتماعية ومقارنتها بالبذخ الذي تعوم فيه العائلة العلوية. والمغرب بتاريخ شعبه العريق وعمق انتمائه يستحق مسارا أكثر توازنا يحفظ له مكانته ويصون مصالحه الوطنية ويجنبه نكبة ربما أعمق من نكبة فلسطين. إلى اللقاء.